السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام لعيسى ملك المغرب وناس المغرب، الشعب المغربي والمدرب واللاعبين. صح انه المغرب امس انهزمت على فرنسا، امانة امس عندنا حزن عالمي. يعني حين ما توقعت، لان اتكلم في الفيديوهات بعيد لهم المغرب انهزمت، كأننا الان في حلم. المغرب يعني انهزمت من فرنسا، والله المغرب قاومت ولعبت ايش لعب عالمي. فرنسا دافعوا، وهذا اكتب لك بسرها، قاتلها امانه، انهم لعبوا لعب اجنبي المغرب، لكن نصيب نفعل. كل امانه نحن راس الامر كل الشعب، يعني المغرب الحين انهزمت مش يعني حزينين. المغرب مش حزين، المغرب فرحين مناسبة لانهم تأهلوا للدور الرابع. يعني ما حدا يقدر يتأهل نفسهم، لانهم الحين فرحين وكل شيء، والحمد لله فرحين المنتخب المغربي والف مبروك. خرجوا روسهم، يعني روسهم فوق بالسماء. يعني حين ما انهزموا، يعني حين فازوا خرجوا فرحين. حتى هم انهزموا الفروض كلهم، المنتخبات كلهم خرجوا حين انهزموا، حتى هولندا وكريستيانو بكي كلهم كلهم بكي. لكن المنتخب المغربي ما الله، كلنا فرحين اثبت يعني فوق الزي المغربي. الجمعة بكرة يلعب المغرب كرواتيا، واللي حيفوز يعني يجي الترتيب الثالث حيبز ميدالية فضية، والدرجة الثانية يعني فرنسا وارجنتين اللي حيفوز منهم حياخذ ذهبية، هاي ميدالية ذهبية حياخذ المنتخب اللي حيفوز. والمنتخب الثاني حيبز مدري اسمها الميدالية الثانية حيفوز فيها، وإن شاء الله المغرب تفوز على كرواتيا. وإحنا أمانة فرق الناس بتفوز المغرب فرح عالمي، وإحنا كلنا نشجع، كلنا أمانة حزننا حن هزيمة المغرب، لكن نصيب خرجنا وروس، خرجوا المغرب وروس رافعة وين المغرب. وألف مبروك أمانة أهلها. يعني المنتخب المغربي ما كان متأهل ولا كان يعلم ولا كان يحلم انه يوصل لهذه الدرجة، وانه يفوز ويتأهل. ما كانوا متوقعين، كانوا متوقعين او نفس الدول كلها، نفس يعني السعودية او قطر، نفس الدول كلها كانوا متوقعين يجوا، ما اتوقعوش انهم يفوزوا ويتأهلوا، لانه دحين مسطين مش يعني حزينين انه خرجوا. يعني هذه سبحان الله. وان شاء الله السنة الثانية ان المغرب اقوى فريق عربي في قارة افريقيا واسيا، وان شاء الله تفوز، لان المنتخب المغربي قوي ولعب في فرنسا. يعني اللي تواجهوهم امس كل واحد خلص ولبس الشعار حق الثاني، يعني اصحاب قوي. حتى المدرب من بيدرب في فرنسا، هو مدرب بيدرب في فرنسا، كلهم يعني لاعبين فرنسا وتواجهوا مع فرنسا وفازت. يعني يعتبروا نفسهم نفس الاخوان متهين. يعني المغرب مهنية لفرنسا عادي. يوم الأحد توقع يعني المباراة الأخيرة لكأس العالم، أستلم الكاس، لعبوا الأرجنتين وفرنسا، يعني واحد منهم أستلم الكاس، واللي أستلم بالكاس وأنا أقول له ألف 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 مبروك مناسبة فوزه بالكاس. لأنه اللي يفوز بالكاس هذا أقوى لاعب في العالم، أقوى منتخب وطني يفوز بالعالم اللي يستلم الكاس. وأنا أهني المغرب. والسلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتي، يعني انا عملت عن قناة ثانية، قناة محمد القوسي الاحتياطية. لا تنسوا ان تشتركوا في قناتي، وفي امان الله.